الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في كامل الصحة والسعادة. انا من الهادي ودي قناتي، فضلا وليس امرا، لايك وشير واشتراك. بشكر حبايب قلبي اللي شرفوني جديد، وبشكر حبايب قلبي اللي معايا من زمان. ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية الجميلة دي. شايفة عاملة ازاي؟ هقولك كل التفاصيل عشان تطلع معاكي مظبوطة زي كده. معايا كوباية من الحليب، 3 معالق من السكر، الحليب دافي عشان الخميرة. الباكو دوت 12 جرام خميرة فورية. لو عايزة تحطي من الخميرة التانية عادي، مفيش اي مشكلة خالص، اللي يريحك، بس تحطي قطع صغيرة يعني. هقلبها كويس قوي وهسيبها كده شوية عشان تتفاعل ونتأكد انها سليمة 100%. ضفت كمان كوباية مية، مش هنضيف حاجة تاني بقى غير لما سوائل يعني غير السمنة. كوباية سمنة، نص سمنة ونص زيت. عايزة احطيها سمنة صافي حطيها، مش في اي مشكلة خالص. نص معلقة ملح صغيرة. هنقلبهم لحد ما ندوبهم كويس. ومعايا كيلو دقيق منخول وجاهز، ضفته على السوائل اللي ضفناها، حليب وسمنة ولبن. هقولك بقى شوية حاجات كده بدائل لو انت حابة او مش عندك حاجة وعايز تعملي. لو مش عندك حليب، عندك زبادي، عايزة تستخدمي كوباية زبادي مكان الحليب عادي، مفيش اي مشكلة خالص، هتبقى جميلة بالزبادي. مش عندك زبادي ولا عندك حليب، عايزة تعمليها بالمية، هتبقى جميلة برضو بالمية. كمان لو عندك بودر، لبن بودر اقصد، هتحطي معلقتين لبن بودر مع المية وهتبقى جميلة جدا جدا، ومش هتنسي حلاوتها. اللبن البودر على فكرة جميل في المعجنات جدا. هنضيف بقى معايا كوباية مية تانية، هنضيف المية واحدة واحدة وهنعجن. دي بتتعجن عجن مش بس ولا لم كده، لا، هي قرص عادية خالص طرية، هنعجنها عجن زي ما انت شايفة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يبقى عندك دلوقتي كام بديل اللبن والمية، حليب البودر، زي ما انت عايزة، عشان ما تكسليش يعني. مش عندك حاجة دي تعملها بالحاجة التانية، بس اهم حاجة يكون الدقيق موجود. الدقيق نزل سعره الحمد لله. هنعجنها ونسيبها ترتاح شوية، سبتها حوالي 10 دقايق، وهنبدأ نقطعها كده قطع صغيرة زي ما انت عايزة. انا عاملة حجم القطعة حوالي 30 جرام كده، يعني وزنت واحدة على الميزان كده وبدأت اعمل كله زيها. يعني بقطع القطعة واحطها على الميزان الاقيها يعني متقاربة، 30 29 28. مش هتفرق يعني، مش هنروح نبيعها بالميزان يعني. عايزة تكبريها عن كده برضو براحتك، بس هي صغيرة كده جميلة جدا وخفيفة، تطلع مظبوطة معاكي في التسوية ومتاخدش وقت. تقفليها، تدمكيها كده كويس بايديكي وتقفليها كويس عشان مش تبقى متفتحة. تخلي الفتحات لتحت وتقفليها كمان كويس عشان مش تفتح معاكي لما تيجي تستوي وهي بتخمر ما تلاقيهاش فتحت. تقفليها كده كويس. طبعا الكلام ده للبنات الحلوين الصغيرين اللي زي بنتي كده، عشان تقدر تعمل حاجة مظبوطة وزي الفل. بتلفيها بايديك كده وتقفلي، وانت بتلفيها في ايدك كده بتحاولي تقفليها زي ما انت شايفة كده. بسيطة جدا وسهلة جدا. طبعا هنقطع وهنرصها وهنغطيها هنغطيها عشان وشها ما ينشفش. هنغطيها اي اكياس بلاستيك، اي حاجة عندك. ما كانش في عندي اكياس بلاستيك نظيفة، قطعت من الرول كده الستريتش راب وغطيتها عشان كده الوش ما ينشفش وتخمر بسرعة. على بال ما تخلصي العجينة هتلاقي اللي انت عملتيه الاول خمر.
بتخمر بسرعة يعني، مع ان الجو بارد وكنت عاملاها بالليل لكن خمرت بسرعة. وعمل الكيلو عمل كمية كويسة خالص يعني، لو وزنتهم هلاقيهم 2 كيلو ما شاء الله يعني. خلاص بدأت اخد بقى الخمر اللي انا قطعته الاول، هاخد منه وافرده هو الاول، لانها يعني ضروري تكون خمرت شوية وارتاحت كده، مش تعمليها من غير ما تلاقيها ايه بدأت تخمر معاكي. تحطي على الصاج كده او على الصينية عادي براحتك، وهتحاولي بقى تنزليها من الحروف كده عشان ما تكونش مرتفعة وتستوي وتاخد اللون كلها من تحت زي بعضها. وبكف ايدك، مش تعملي بصوابعك، وتحاولي مش تبططيها قوي من النص عشان تبقى مرتفعة كده وجميلة معاكي. هتبططيها قوي من النص هتبقى رقيقة او هتبقى طرية هتنشف منك. لاحظي الحتة دي وخلي بالك قوي منها عشان هتبقى معاكي جميلة لما تعمليها بالطريقة دي. في الوقت ده لما لقيتها خلاص اللي عملتها الاول خمرت، لازم تخمر كويس عشان لو مش خمرت معاكي كويس هتلاقيها في التسوية مش مظبوطة، وعاملة هتلاقيها عاملة من على الوش كده لما بتخمرش كويس، عاملة زي فقاقيع كده زي العيش لما يبقى مش خمران، بيبقى شكله مش مظبوط وشكله وحش. وتحركيها في الفرن كده زي ما انت شايفة. ضروري جدا يا بنات نحركها في الفرن عشان النار مش بتبقى يعني الفرن مش بيبقى كله زي بعض، مع ان في عندي مروحة بس بصراحة نسيت اشغلها، فقلت برضو انا بدلها احركها يمين وشمال وكده مرة وكده مرة هتبقى كويسة، وهتبقى تسويتها زي ما انتم شايفين كده مظبوطة وزي الفل. جرب الطريقة دي هتعجبك جدا وهتعتمديها على طول، وان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني جميل زيكم يا حبايب قلبي. شايفين طريقة عاملة ازاي؟ هتشوفوا بقى بصوا انا مقطعها، يعني بنتي مسكتها قطعتها بالسكينة وحشتها جبنة، ممكن حلاوة طحينية اي حاجة لذيذة، لا اله الا الله.